اهلا بيكم في الجزء الثاني من لايف يوم شم النسيم. وانا بشكركم ان انتم مصحصحين معايا كده. بدات الوشوش فانا عرفت على طول الوشوش زعلانه، يبقى الصوت مش حلو، يبقى نقطع ونعمل فيديو جديد. كنت بقرا لكم لوقا 24 من عدد 13: وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. كنت بقول لحضراتكم إنه السيد المسيح كان ماشي معاهم ولكن ما عرفوهوش. كنت بقول لكم بقى في الحته اللي بدات تقطع اخر نص دقيقه انه التلاميذ معذورين، لان مش زينا دلوقتي عندهم الكتاب المقدس وفاهمين كل حاجه. لا، ده هم كان المسيح قال لهم حاجات وبعدين شافوا حاجات صعبه قوي تبرجل اي انسان في الدنيا مهما كان ايمانه، وبعدين شافوا الههم وحبيبهم وسيدهم بيتبهدل وبيتعذب ومات وبقاله 3 ايام، خلاص قصه كانها خلصت. لكن المريمات جم قالوا النهارده ان هم راحوا ما لقوش الجسد ولقوا ملائكه بيقولوا لهم ان هو قام، ففعلا كانوا متلخبطين وكانوا معذورين. هنا كمان نتعلم حاجه بقى من امسكت اعينهما عن معرفته. هذه الحواس المضيئه اللي تكلم عنها قداسه البابا ليله القيامه دي بيضيئها المسيح. مش انا من نفسي شاطر فبنور عينيا ويبقى عندي البصيره الروحيه، لا، امسكت اعينهما، وهتلاقوا بعد كده في اخر القصه فانفتحت اعينهما. يعني ده كله بسماح من الله. لما الانسان يقرب من ربنا ويكون عينه بسيطه ربنا يديله العين الروحيه، جسده كله يكون نيرا ويكون ليه البصيره الروحيه. قال لهما، المسيح بقى بيتكلم معاهم بيقول لهم ايه؟ ما هذا الكلام الذي تتطارحان به؟ بتحكوا في ايه وانتما ماشيان عابسين؟ وزعلانين ليه؟ هم فاكرينه بقى انسان عادي. فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام؟ ليه متغرب وحدك؟ لان كل الناس عرفت، العالم كله كان في اكتر من 500,000 يهودي في اورشليم بسبب عيد الفصح، كلهم كانوا عارفين اللي حاصل وكان قدام الناس ولم يفعل في زاوية زي ما بولس قال. طيب انت لوحدك اللي مش عارف؟ طب المسيح برضو حب يخليهم يكملوا فكرتهم عشان يشوف هم حاسين بايه تجاه الاحداث. قال لهما: وما هي؟ فقال لهما: وما هي؟ ايه اللي حصل؟ مش لانه ما يعرفش، حاشا. فقال: المختصة بيسوع الناصري. طب شايفينه ازاي بقى؟ الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفتي إسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. خلاص، يعني القصة قفلت على كده، بقى له 3 أيام. وبعدين بيكملوا بيقولوا له: بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدن جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر، اللي هو مين بقى؟ بطرس ويوحنا، فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. دي ملخص القصة زي ما شايفينها التلاميذ لغاية دلوقتي. كليوباس ولوقا كانوا بيحبوا المسيح وكانوا مهتمين بيه وكانوا مهتمين باللي بيحصل وكانوا بيتكلموا عن اللي بيحصل واللي جرى كان شاغلهم. فإيمانهم ومحبتهم استحقوا إن المسيح يظهر لهم بنفسه وعمل حاجة بقى جميلة 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 تورينا قد إيه ربنا نفسه مش بيقول لهم أنا معاكم وكفاية، بيقول لهم بصوا على الكتاب المقدس واعرفوا منه. شرح لهم. تصوروا المسيح قال لهم إيه بقى؟ قال لهم: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. عندكم الكلام اللي أنا قلته لكم من زمان في كل العهد القديم. طبعا خدوا بالكم المسيح مش بيشتمهم، المسيح بيقول لهم كيف أنكم غير فاهمين، زي ما قال للرسل مرة. طب أنتوا بطيء، قلبكم بطيء ليه؟ شوفوا يقول لهم إيه: البطيء القلوب
في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. ليه متأخرين في الإيمان؟ مستنين إيه؟ ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ مستنين إيه؟ أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. هو مش العهد القديم اللي انتم مؤمنين بيه ومصدقينه مكتوب فيه كده؟ طب مش أنا قلت لكم كده؟ بس ما قالش أنا لغاية دلوقتي عشان هم ما كانوش عارفين. أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. والحقيقة أنه السيد المسيح أولاده زيه، كتير من الآباء زي الأنبا بشوي وغيره كان يظهر لهم يبقوا مستصعبين حزقيال، يظهر لهم حزقيال. أنبا بشوي كان بيحب أرميا، ظهر له أرميا النبي وشرح له. ناس تانية كتير يظهر لهم داود النبي، يظهر لهم موسى النبي ويقول لهم ها ايه اللي صعب عليكم وانا افسره لكم بنفسي. ما بيعملوا زي سيدهم، بيعملوا زي السيد المسيح. تخيلوا لما السيد المسيح يشرح لك بنفسه. مش كده الكتاب بيقول طوبى الذي يسهر متعلما، اللي يقعد مع كلمة ربنا يسمع عظات عنها ويسمع تأملات ويشوف ويقرأ ويفسر ويفهم ويشوف الآباء قالوا ايه والكنيسة قالت ايه. ده ربنا بيطوبه وربنا يفرح بيه جدا يا جماعة. فعشان كده احنا حتى العيد بالنسبة لنا ايه؟ العيد بالنسبة لنا ان احنا نتكلم عن كلمة الله. دي اجمل حاجة في الدنيا. عشان كده المسيح وضح لهم، لانهم كان عندهم محبة وكان عندهم ايمان وعندهم حرص، فوضح لهم بنفسه كل اللي اتكتب عنه من موسى. ده واضح انه مشي معاهم مسافة طويلة قوي بقى. ولما حبوا حديثه والمسيح أشعياء قال له حقا إنك إله محتجب، يعني مش مجاني كده. اللي عايزك وبيدور عليك وبيحبك وبيجري وراك تظهر له ذاتك ببلاش مجانا، أخذتم هذه النعمة. لكن اللي مش عايزك ومش فارق معاه وبيتفرج بس زي بيلاطس وهيرودس وغيره، لا ما يخصناش. ده ربنا غالي قوي. فعمل ايه المسيح؟ ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها. وصلوا بقى من على الطريق الرئيسي وهينزلوا بقى عمواس. وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. المسيح عشان يتأكد من محبتهم إن هم عايزينه ضيف عندهم في بيتهم في حياتهم في قلبهم، عمل نفسه مكمل سفر. فقالوا له ألزماه. محبة تلزم الله. عارفين لما قال حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني، دموع الصدقة تلزم الله بأنه يغفر وأنه يغير ويدي من جديد. هوذا الكل قد صار جديدا. ألزماه وقالوا له إيه بقى؟ امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. وافتكر اب حنين في اسكندريه كان كاتبين كتاب عن حياته، ولا هو كان كاتبه عن نفسه قبل ما يتنيح، وكان كبر في السن فكتب لانه قد مال النهار، يعني ان خلاص العمر بيجري وبيخلص. وكانت حاطط صورته وهو بيصلي على المسبح وميله كده، يعني مال النهار، خلاص نهار العمر وشمس العمر بتغرب. امكث معنا يا سيدي لانه قد مال النهار. امكث معنا قائما من بين الأموات منتصرا على كل حزن وكل ألم وكل وجع وكل قلق وكل خوف. امكث معنا منتصرا على كل قلق من الموت من المرض، معطينا كل شفاء وكل فرح وكل سلام وكل هدوء وكل بركة وكل نجاح وكل كرازة وكل امتداد لملكوتك. امكث معنا لأنه نحو المساء والنهار قد مال. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما، مش عارف يعني هم كانوا فرحانين أكتر وهو معاهم بيشرح لهم، ولا كانوا فرحانين أكتر لما عرفاه عند كسر الخبز واختفى عنهما؟ بيفكروني بوقت ما ظهرت القديسة مريم العذراء في قديسة دميانة في شبرا في بابا دوبلو. وزي ما حكيت لكم قبل كده أنا شفتها، بس شفتها بطريقة غريبة جدا. بعد ما قضينا ليلة كاملة
بنهتف وبنرتل وبنصرخ وبنشوف حمام وبنشوف فلاشات وبنشوف انوار، وما كده ما شفناش العذراء. طلع النهار وصلينا القداس وتناولنا ومشينا، واحنا ماشيين في الشارع اللي كان ضيق قوي وقتها، ببص في الارض وتعبانين جدا مش نايمين، ببص في الارض قدامي والكنيسه في ظهري، ببص لقيت الارض بتعمل احمر واخضر واصفر. عرفت على طول، لان كان في الزيتون في 68 حصل كده. في ناس شافوا قبل ظهور العذراء الشمس بتعطي الوان مختلفه، لان الشمس والقمر تحت رجليها. بصيت ورايا على طول والناس بدات تبص وتصرخ. شفنا تمثال من التلج للعذراء وهي فردة ايديها كده، اللي بيسموه العذراء الحزينه، ومايله براسها شويه على حيطه خرسانيه، جزء كتف خرساني خارج من عماره قبل الكنيسه بعمارتين، والعمارات كانت طوب احمر والخرسانه مكشوفه وقتها والشارع ضيق. وقعدنا نصرخ ونصلي، وبعد شويه كنا فرحانين قوي، بعد شويه اختفى التمثال فصرخنا اكتر. اهو ده بالظبط اللي حصل. ومش عارف كنا فرحانين اكتر لما اختفى ولا كنا فرحانين اكتر واحنا شايفينه، لكن اللي اكيد متاكد منه انه لما اختفى اتاكدنا انه كان ظهور. وهنا لما المسيح اختفى عنهم اتاكدوا انه هو كان معاهم بالجسد واعطاهم البصيره الروحيه. بصوا بيقول ايه: فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما. طريقته اللي كانوا بيشوفوه بيعملها. فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. بعد ما اختفى المسيح قالوا البعض: ايه ده؟ مش احنا كان قلبنا مولع نار من الحماس ومن الحب ومن الفهم في العهد القديم؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ أرجوك إذا التهب قلبك بكلمة الله ما تخبيهاش، ما تخليش طيار الكرازة والحب يقف عندك. كلم آخرين عن ربنا بكلامك، بأعمالك، بتصرفاتك، بمواقفك، بشرحك إذا كنت تقدر، بإنك تشير فيديوهات بتكلم عن ربنا وتأملات الكتاب المقدس، أي وسيلة، لكن ما توقفش طيار كلمة الله عندك. ربنا هيوصل كلمته بطريقته، لكن هنكون احنا بس اللي خسرانين انها ما وصلتش طريقنا. لم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في طريق ويوضح لنا الكتب. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم. هم لسه جايين من أورشليم، رجعوا أورشليم تاني وخدوا السفر رايح جاي. ووجد 11 مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة. بصوا بقى، قالوا لهم بقى، كملوا لهم المعلومات، ما قالوا لهمش بقى زي ما هم كانوا فاهمين وكنا نرجو ان هذا المزمع ان يخلص اسرائيل بس مات وخلصت القصه. لا، قالوا لهم قام بالحقيقه، ان الرب، تاكد الاباء الرسل ان الرب قام بالحقيقه وظهر لسمعان. لوقا هنا ما ذكرش انه هو زي ما القديس يوحنا قال انه ظهر للتلاميذ كلهم ما عدا توما يوم الحد بالليل يوم القيامة، وقال لهم سلام لكم، وقال لهم جسوني الروح ملوش جسد، وطمنهم وفرحهم. مش كده ظهر الحد اللي بعده وقال لتوما هات ايدك، لان توما ما صدقش. مش كده بنسمي اول حد في الخمسين احد توما. قالوا لهم ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، واما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. مجد عظيم عظيم شافوه الآباء الرسل، وذكريات لن تمحى من ذاكرتهم طالما كانوا موجودين على كلمة الله. مش عارف أقول حتة صغيرة. طبعا احنا خدوا بالكم ما عرفناش تفاصيل ظهور ربنا البطرس، يعني دي ما عرفناش، ما كانتش دي. بيتسمى الاحد الجديد فعلا زي ما حد من حضراتكم كاتب لي ميري حدادين الجميله اللي بتتابعنا على طول. انا سعيد قوي بالناس اللي بتتابعنا من كل محافظات مصر ومن الاردن ومن القدس ومن ايطاليا ومن امريكا ومن الهند ومن الصين. ما تصوروش الواحد ما كانش يحلم لما كان يقول كلمه ربنا يقولها لاثنين ثلاثه، ممكن يبقوا بعد كده 20 30، يمكن لما الواحد ربنا اداله نعمه والناس بقت بتحبه يبقوا بقوا 200 300 اقصاها ايه يعني 2000 3 يتفرجوا. لكن انه تثق
كلمة الله إلى أقصى الأرض عن طريق ضعفنا ولساننا الضعيف. ما تتصوروش قد إيه دي نعمة كبيرة. ميري حدادين من الأردن، أهلا بيك يا ميري. طيب بعد كده بقى يقول إيه؟ وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم. دي بقى الزيارة اللي قلت لكم عليها، الرؤية، عفوا الظهور اللي ظهروا المسيح، مش رؤية، ده كان رؤى العين. وفي ميري من مرسى مطروح، ميري مندي، أهلا بيك يا ميري حبيبتي. ميري مندي دي جميلة ودايما ترسل لي صور كده وتبعتها لي على الصفحة. وقف يسوع وفيما هم يتكلمون بهذا، يعني وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم رأوا روحا، فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا لم تخطر أفكارهم، ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم.